الناس اللي بتعمل دايت وبتنزل في الوزن، تفتكروا ايه اهم حاجه في رحله نزول الوزن؟ يعني ايه اهم حاجه لو عملتها انزل في الوزن بتاعي بشكل كويس واحافظ على الوزن اللي انا نزلته؟ الحقيقه ان النظام الغذائي مش اهم حاجه في رحله نزول الوزن، هو مهم جدا ولكن في حاجات اهم منه، اللي هي ايه؟ اللي هي العادات الغذائيه. يعني انا ممكن اكون ماشيه على نظام دايت كويس جدا ومتوازن، سعراته مظبوطه، والاقي نفسي مش بنزل بشكل كويس، او بنزل ومجرد ما اوقف النظام ده جسمي يرجع يزيد الوزن اللي نزله مره تانية. الصح في الموضوع ده ان انا اتبع عادات غذائيه سليمه مع نظام الدايت بتاعي، وهي في الاهميه اهم بكتير من نظام الدايت نفسه، لسبب لان انا هيجي عليا وقت هوصل للوزن اللي انا عايزاه وهوقف دايت، وبالتالي اللي هيستمر معايا هي العادات الغذائيه اللي هتحافظ لي على الوزن اللي انا نزلته ده، واللي اقدر اكمل بيها حياتي بشكل طبيعي جدا واكل كل اللي نفسي فيه من غير ما ارجع في الوزن تاني. طيب بعض العادات الغذائيه دي زي ايه؟ زي ان انا اعود جسمي على ان هو يحرق بشكل كويس وثابت، بمعنى ان انا ما اعتمدش دايما ان انا عشان احرق سعرات انزل العب رياضه او اتمشى او اعمل جيم، ده كل ده مهم ولكن مش دايما هيبقى متوفر ان انا اعمل ده، فلازم اعود جسمي ان هو يحرق بشكل كويس، ان انا انام في وقت يساعد جسمي على الحرق، ان انا اكون باكل وجبات بتاعتي في اوقات جسمي يقدر يحرقها. يعني مثلا ما اكلش وانام، ما اكلش مثلا الوجبه الاساسيه بتاعتي تبقى بالليل ما فيش مجهود معمول بعدها، ما نمشي في وقت الصحي بتاعي اللي هو من الساعه 11 ل 4 الفجر، ده اهم وقت اصلا ممكن انام فيه، ما نمشي اقل من او ما نمشي الفتره الصحيه بتاعتي اللي هي من 7 ل 8 ساعات. كل الحاجات دي بتفرق معايا جدا. شرب ميه كتير ده مهم جدا جدا في الدايت. انا ممكن اكون بعمل دايت وما بشربش ميه فجسمي ما ينزلش، لان انا الميه بتساعد على الحرق كويس قوي. نقدر نعتبرها كده البنزين بتاع الدايت. يعني لو انا بعمل دايت وما بشربش ميه فالدايت هيبقى فعاليته قليله جدا. طب لو انا بشرب ميه كتير حتى لو الدايت بتاعي معقول مش دايت قاسي هنزل بشكل كويس جدا في الوزن. طيب يبقى انا عندي هنا النوم بشكل كويس من 7 ل 8 ساعات، ان انا انام في وقت صح، انام بالليل فتره بالليل، واحاول اخلي الاكل بتاعي قبل النوم ساعتين او 3، ان انا اعمل نشاط خفيف، ان انا اشرب ميه كتير، ان انا كمان ابدا في ترتيب الوجبات بتاعتي بالشوربه وبعدين سلطه وبعدين بروتين بعدين خضار والنشويات. ده هيقلل من امتصاص النشويات، هيقلل من سرعه ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي هيقلل من الكريفنج او الجوع او رغبه الاكل السكريات بعد الاكل بشويه. فكل ما انا قللت ترتيب الكربوهيدرات في الوجبه بتاعتي كل ما كان صحي جدا، وكل ما كان امتصاص الكربوهيدرات بيتم ببطء اكتر، وكل ما كان مفيد لجسمي اكتر، اداني فرصه ان هو يكسر الحاجات التانية، المكونات التانية سواء البروتين الفايبرز يستفيدوا بالاكل التاني. امتصاص النشويات بيقل كل ما قللت ترتيبها او اخرت ترتيبها في الوجبه، كل ده هيبقى مفيد جدا لينا. كمان ان انا اخلي عندي من 20 ل 30 دقيقه نشاط كل يوم وليكن مشي، ده مهم جدا. وبالتالي لو انا وقفت، خلينا نقول ان احنا وقفنا الدايت، فاحنا بننام كويس وبنساعد جسمنا على الحرق، بنشرب ميه كتير، بناكل في مواعيد صح، بناكل قبل النوم بساعتين او 3 على الاقل، عندنا نشاط يومي، كل ده هيساعد جسمي انه يحافظ على ان هو يحرق الدهون اللي بتخش له او السعرات اللي بتخش له كل يوم، وبالتالي لو ما قلش مش هيزيد. اتمنى تكون معلومه فادتكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.